الزمالك يتعادل مع طلائع الجيش بعد أداء كارثي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي وأعزائي، وحشتوني جدا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من قناة خلطبيطة. الزمالك بيتعادل امبارح مع طلائع الجيش بعد أداء كارثي. الزمالك لعب بطريقة وحشة جدا، الدفاع مش منتظم، الهجوم مفيش هجمات كتير. طلائع الجيش عمل ماتش امبارح حلو جدا. كريستيان جروس دي تاني مباراة ليه، وأول مباراة اتعادل مع سيراميكا، تاني مباراة اتعادل مع طلائع الجيش. طبعا جماهير الزمالك هتقول ده جروس مباراتين تعادل، فالمدرب ده مش نافع. بس محدش يقدر يشكك في جروس دلوقتي خالص. واحد لسه ماسك الفرقة وتعادل أول ماتشين، طب هيظبط ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ الزمالك يعني زي الأهلي دلوقتي برضه محتاج لعيبة ومحتاج صفقات، وخلاص هو يناير قرب، وخلاص هيعملوا صفقات دلوقتي. هو جروس للأسف أول ماتشين لاعب مديرين فنيين على مستوى عالي. كابتن أيمن الرمادي مدير الفني لفريق سيراميكا، وكابتن عبد الحميد بسيوني مدير الفني لطلائع الجيش. طبعا جروس دي تاني ولاية ليه، وجي في فرقة الزمالك طبعا مستغرب، يعني أول ولاية ليه بقى واقف كده متحير، يعني فين أوباما، فين كهربا، فين فرجاني ساسي، فين زيزو بتاع زمان، فين اللعيبة ديت؟ فهو واقف دلوقتي يعني مش عارف يقول ايه. فلسه طبعا هيبقى فيه تعديلات وفي تدريبات وفي حاجات كتير قدام، فانا بنصح جمهور نادي الزمالك ان هو يصبر شوية. المدير الفني لازم يصبر عليه شوية. بس طبعا دلوقتي يعني الزمالك اول 6 مباريات في الدوري كسب 3، اتعادل ماتشين، خسر مباراة، يعني خسر 7 بونت في اول 6 مباريات. وطبعا الدوري ده بالنظام الجديد من دور واحد وتسعة فوق وتسعة تحت يصعدوا كده وياخدوا الدوري يعني. فالزمالك محتاج طبعا شوية تدعيمات وشوية صفقات، وطبعا أكيد مستنيين. المدير الفني جروس مستني طبعا الصفقات بتاعت يناير. الماتش امبارح كان فيه لعيب اسمه حسام أشرف، يعني هو ممكن الحسنة بتاعة المباراة امبارح هو الجون بتاع حسام أشرف. الجون بتاع حسام أشرف والجون بتاع طلائع الجيش، الجونين دول يعني ممكن ياخدوا أفضل جونين لغاية دلوقتي في الجولة دي. وحسام أشرف ده ليه مستقبل كبير مع منتخب مصر ومع الزمالك. امبارح كان في لقطة بتاعت حارس المرمى اما طلع وخبط محمد حمدي جاله شرخ في العضلة، هيقعد عليها مثلا بتاع اسبوعين او 3. اللقطة دي الحكم المفروض يحسب عليها طرد على الحارس وضرب الجزاء ومحضر في الاسم، واللي انت عايز تقوله قوله. حارس المرمى طالع برجليه في كتفه ووقعه، واللعيب اتصاب يعني. في قرار في مجلس إدارة نادي الأهلي دلوقتي بالإجماع إن هيتم مراضاة وسام أبو علي. وسام أبو علي هيتم مراضاته دلوقتي وزيادة العقد. طب ليه هما بيعملوا كده؟ وسام أبو علي يعني دلوقتي من أفضل المهاجمين دلوقتي في الدوري المصري، لعيب بسم الله ما شاء الله عليه، أنا مش عايز أحسده، الله أكبر. بيسجل من نص فرصة. فدلوقتي مجلس الإدارة شايف إن العروض هتبدأ تتهافت على وسام أبو علي، وإحنا داخلين على كأس العالم للأندية. فقبل ما اللعيب عينه تزوغ ويشوف العروض اللي هتجيله، وممكن تجيله عروض من السعودية والكلام دوت، هيتم مراداته وهيتم زيادة عقده. هو وسام أبو علي دلوقتي بيحصل على 700 ألف دولار. فمجلس إدارة النادي الأهلي هيزود العقد من مليون لمليون و100 ألف دولار.
في خبر تاني، بغداد ابو علي خلاص رسميا ان شاء الله في الاهلي، يا دوب رتوش اخيره تفصل بس الصفقه. هما مش عايزين يعلنوا عنها دلوقتي، فبس بنسبه كبيره هو يا هيبقى في يناير، يا اما هيبقى قبل كاس الانديه، قبل كاس العالم للانديه. فخلاص يعني هو وسام ابو علي بنسبه 80% في الاهلي. اللاعب مرحب بالانتقال للنادي الاهلي. فريق الشمال القطري برضو مرحب بالانتقال للنادي الاهلي. فمفيش مفيش مشاكل ولا عوائق في الصفقة دي. طبعا في اعلاميين بتطلع تقول ده وسام، ده بغداد بنجاح ده كان في باريس. هو فعلا كان في باريس ونزل مصر، واخد اجازة سياحة ونزل مصر. المهم ان هم اتقابلوا، واتقابل مع مجلس إدارة النادي الأهلي، واتفقوا على كل حاجة، وبيتفقوا مع فريق الشمال القطري. خلاص رتوش بسيطة بس كده، وإن شاء الله اللعيب في الأهلي رسميا. دي أهم الأخبار اللي عندي. إن شاء الله الحلقة تكون عجبتكم. لا تبخل علينا باللايك، نوصل الفيديو لعدد لايكات حلو. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، سواء بتشوفني الصبح أو بتشوفني بالليل. السلام عليكم.